في لاعب من الاهلي وقع للزمالك، وده اللي خلى مجلس اداره الاهلي يطلع عقود كل الفرقه. في واحد من ضمن 2 لعيبه مجلس اداره الاهلي شاكك فيهم، واحد منهم وقع للزمالك. خلينا نمشي بقى مع بعض واحده واحده. حاليا بقت في حرب ما بين مرتضى منصور وما بين مجلس اداره الاهلي، ده بعد القلم اللي طبعا الاهلي اداه لمرتضى منصور في صفقه امام عاشور، وكان من قبلها كهربا. طب مين اللي ابتدى اللعبه دي؟ هو مرتضى منصور لما راح وقع مع عبد الله السعيد. خلينا صراحه ونمشي مع بعض واحده واحده. في 2 لعيبه، واحد منهم وقع للزمالك من الاهلي. مين هو؟ انا هقول لك على ال2 لعيبه، يا طاهر محمد طاهر يا احمد عبد القادر. واحد منهم وقع للزمالك رسميا ومخلص كل حاجه. مرتضى منصور بيرد القلم بقلم ومدي اللعيب ده رقم ومبلغ كبير قوي عشان الموضوع يمشي، وده اللي مجلس اداره الاهلي بدات تحقق فيه. الايام الجايه يا هتسمع ان احمد عبد القادر يا طاهر محمد طاهر ماضيين للزمالك، وانا هقول لك على المفيد بنسبه 85% اللاعب هو احمد عبد القادر.